السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، تعليم الجديد الفصل الدراسي الأول 2026. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله بسم الله بسم الله. ابن العزيز طالب الصف الأول الإعدادي، ولا تنسى الاشتراك في قناة نزول الله العربية ونشر الفيديو لأوسع نطاق، لأن نشر العلم فيه خير كثير. النهاردة معانا امتحان شهر نوفمبر 2025، واللي مقرر ليه يوم 23/11/2025، اللي إن شاء الله بعد بكرة بإذن الله. والامتحان بإذن رب العالمين يكون متوقع، وامتحان طبعا يكون موجود في جميع إدارات محافظات الجمهورية. عندنا أول سؤال معانا: نص استماع متحرر المحتوى، استمع إلى الفقرة ثم أجب. عندنا النموذج اللي هو الاستماع الرابع: وبذلك كان على الشيخ محمد عبده أن يواجه مشكلات الإصلاح في شتى نواحيه، وقد وجد من الضروري أن ينظر إليها بوصفها مشكلة اجتماعية. لقد كان الشيخ محمد عبده يعلم علم اليقين أنه لكي يتحقق الإصلاح يجب أن يبدأ خطوته الأولى من الفرد، ولقد وجد أساس هذه الفكرة في كتاب الله تعالى، حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سورة الرعد الآية 11، التي أصبحت شعار تلك المدرسة. نجد أن نفس الفرد هي العنصر الجوهري في كل مشكلة اجتماعية، فكيف نغير هذه النفس؟ طبعا لو احنا بقى بدأنا نبص على الامتحان بتاعنا، معنا نص الاستماع اهوتي، بيقول لك اختر إجابة صحيحة. مرادف يواجه، طبعا يا ابن العزيز يواجه معناها يقابل، طبعا يحارب لا، ينافس لا، ومعناها طبعا ايه؟ يقابل. بعد كده عندنا العنصر الجوهري في كل مشكلة اجتماعية هي نفس الفرد. نفس الفرد من الآية القرآنية طبعا في سورة الرعد آية 11. ننظر إلى مشكلة الإصلاح كما رأى الشيخ محمد عبده بوصفها مشكلة اجتماعية. نقط هو أول خطوات الإصلاح، طبعا هو الفرد هو أول خطوات الإصلاح. طبعا السؤال الثاني يا جماعة: اكتب ما يملى عليك. طبعا والدك يمليك في البيت، أو والدتك أو ولي أمرك بيمليك بعض طبعا الكلمات اللي بقى ألف لينة، والكلمات اللي فيها همزة بتوصل على الألف وعلى الواو وعلى الياء المقرر عليك في الإملاء. ندخل بعد كده على النص المعلوماتي. النص المعلوماتي بيبدأ بيتكلم، بيقول فيه: لماذا تريد أن تبدأ مشروعك الخاص؟ إذا كانت الإجابة هي حلم الثراء السريع، لأنك تشاهد رواد الأعمال في البرامج التلفزيونية هم يركبون السيارات الفائرة ويصرفون أموالهم ببذخ، وتريد أن تكون واحدا منهم، فاعرف أن الإخفاق هو مصيرك. ريادة الأعمال ليست مزحة، ورائد الأعمال يجب أن يمتلك القدرة على التعامل مع الضغوط والصعوبات المستمرة والمناورة، والقدرة على تطوير الوعي الشخصي ومعرفة أوجه القصور في شخصه أو مشروعات، واتخاذ قرارات عمل ذكية، والتخطيط المسبق لكل أعمال، والقدرة على تنفيذ الاستراتيجيات بنجاح. طبعا معنى الإخفاق يا جماعة الفشل، إخفاق بمعنى الفشل. بعد كده ابن العزيز: مضاد بذخ، طبعا بإسراف عكسها ادخار. ريادة الأعمال ليس مزحة. رائد الأعمال يجب أن يمتلك القدرة على تنفيذ الاستراتيجيات بنجاح. متى يكون الرفاه مسير كما فهمت من الفقرة؟ عندما يكون حلمك السريع، حلم الثراء السريع هو حلمك، وكما تشاهد رواد الأعمال في برامج وأن تكون واحدا منهم، فاعرف أن الإخفاق هو مصيرك. اقترح مجموعة من النصائح طبعا تعين الشباب المبتدئ في عالم رواد الأعمال. أول حاجة: امتلاك القدرة على التعامل مع الضغط، لازم تبقى قد المسؤولية وتبقى تستحمل الضغوطات. تطوير الوعي الشخصي، التخطيط المسبق لكل شيء. دي يا جماعة النص المعلوماتي. ندخل على النص الأدبي متحرر المحتوى. لم يحدث من قبل أن لجأ جيش نظامي له اعتاده وعدته وأنظمة شفراته المعقدة والمطورة
إلى لغة اعتمدت عبر مئات السنين على النقل والتواتر الشفهيين. بمعنى آخر لا توجد تسجيلات لا تمكن أحدهم من دراستها وفهم أبجديتها وترجمتها. يقول أحمد رئيس ثلاثة أشياء صنعت طبعا النصر إضافة إلى إرادة الله عز وجل: دهاء وحكمة الرئيس السادات في خطة الحرب، والتمويه الذي سبقها، فكرة خراطيم الماء التي أسقطت خط بارليف التي اقترحها الراحل اللواء مهندس باقي زكي يوسف رحمة الله عليه، وفكرته باستخدام اللغة النوبية شفرة لرسائل الجيش وتعليماته. دي طبعا أحمد إدريس. السؤال هنا بيقول المراد بالمعقدة طبعا يا جماعة الصعبة، جمع فكرة فكر، ما تقولش أفكار فكر. علاقة قول الكاتب دهاء وحكمة الرئيس بما قبلها طبعا تفصيل بعد إجمال، طبعا إرادة الله، وبعدها طبعا حكمة الرئيس السادات. ضع علامة صح. لجأت جميع الجيوش المنظمة المتصلة إلى استخدام اللغة النوبية. الإجابة خطأ. من أسباب نصر أكتوبر اقتراح الرئيس السادات فكرة خراطيم الماء لإسقاط خط بارليف. طبعا الإجابة غلط، اللي اقترحها وباقي زكي يوسف. الاعتماد على اللغة النوبية التي لا توجد لها سجلات يدل على دهاء وحكمة السادات. طبعا يدل على دهاء وحكمة السادات. دي بعد تكملة. ما طريق بناء النص الذي اعتمد عليه الكاتب وكيف نستدل على ذلك؟ طبعا طريقة السرد، حكي قصة. ما الدليل على تميز الجيش المصري عن الجيوش الأخرى؟ التوحد والرباط والإرادة والعزيمة القوية. الإرادة والعزيمة القوية. طبعا بعد كده عندنا سؤال خامس. النص الشعري متحرر المحتوى اقرأ ثم أجب. للعلم أهل لهام الفضل تيجان والدين حصن وهم للحصن أرقان. أهل العلوم لهم بالعلم منزلة من دونها في العلا كسرى وساسان. بالعلم في الناس أحياء وإن كبروا لا يعتريهم مدى الأزمان نسيان. يسير ذو العلم والأنوار تقدمه لأنه بجمال علم مزدان. طبعا ابن العزيز لو احنا نظرنا إلى قطعة النص والأسئلة المقررة عليها نركز جدا. بما وصف الشاعر كل من أهل العلم وصفهم بالتيجان، ووصف الدين بالحصن. اختار فكرة عامة الأبيات هي منزلة العلماء. حدد من الأبيات تشبيه ثم شرح. الدين حصن، تشبيه حيث شبه الدين بالحصن، وسر جماله جذب الانتباه وإثارة الذهن وجعل الوصف أكثر جمالا وجاذبية وتشويقا. ابن العزيز بعد كده عندنا السؤال السادس القواعد النحوية اقرأ ثم أجب. سحر الزمان وقدسية المكان يتعانقان. طبعا يتعانقان ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لاتصاله بألف الاثنين، ومعروف ان اي فعل مضارع يتصل بألف الاثنين او واو الجماعة على طول هيبقى فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. بعد كده حيث بنيت الكنيسة المعلقة بجوار جامع عمرو بن العاص، وهذا يؤكد الوحدة الوطنية بين أبناء مصر. فقد جعل الله جعل فعل ماضي مبني على الفتح. فعل جعل بينصب مفعولين، متعدى المفعولين مش مفعول واحد. طبعا السؤال اللي بعد كده يا ابني سؤال عندنا استخرج من الفكرة السابقة أو من القطعة النحو ديتي فعل لازم. احنا عايزين فعل لازم. طبعا الفعل اللازم اللي هو مش محتاج مفعول به. خلي بالك عندنا الفعل سحر الزمان وقدسيته يتعانقان. طبعا يتعانقان دي يا جماعة يتعانقان دي فعل لازم لأنه اكتفى برفع فاعل ولم يحتاج لمفعول به. فعل متعدي طبعا عندنا كتير. عندنا أول حاجة الفعل جعل بينصب مفعول يبقى فعل متعدي. فعل مجرد كتير برضو. بنيت بني ده مجرد ثلاثي، وجعل برضو مجرد ثلاثي. فعل مزيد اللي هو يحاول حاول مزيد بالالف. فعل مزيد ثلاثي بالالف. فعل صحيح ونوعه طبعا يتعانق عنق صحيح سالم، وبرضو جعل صحيح سالم. فعل معتل ونوعه بني الفعل معتل ناقص
ليه معتل ناقص؟ لأنه طبعا آخره حرف الياء. حال ونوعها طبعا جاهدا، جاهدا حال منصوبة علامة نصبها الفتحة. فعل ينصب مفعولية طبعا على طول الفعل جعل، فمفعول به أول جعل الله أبناء، مفعول به أول مترابطين، مفعول به ثاني منصوب بالياء. أكمل طبعا بمفعول مطلق. الجملة السهلة التالية: نام الطفل، طبعا نقول ايه؟ نوم الأصحاء. نام فعل ماضي مبني على الفتح، الطفل فاعل مرفوع بالضمة، نوم مفعول مطلق منصوب بالفتحة، الأصحاء مضاف إليه. أكمل بمفعول لأجله: يذهب الطالب إلى المدرسة. في العلم هنقول طبعا مفعول لأجله حبا في العلم. يذهب فعل مضارع مرفوع بالضمة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، طالب فاعل مرفوع بالضمة إلى حرف جر، المدرسة اسم مجرور، حبا مفعول لأجله منصوب بالفتحة، في العلم جار ومجرور. اوعى تنسى الاشتراك في قناة نص اللغة العربية ونشر الفيديو لأوسع نطاق، وإن شاء الله رب العالمين يكون طبعا الامتحان دوتي هو خير اختبار لشهر نوفمبر 2025، وتقفل امتحان اللغة العربية في اختبار شهر نوفمبر 2025 على مستوى الإدارات بتاعتكم بفضل الله عز وجل. وما تنسوش دايما تشتركوا في قناة نص اللغة العربية وتنشروا الفيديو لأوسع نطاق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،